بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كان في منشور اللي هو المنشور رقم 1 لدراسة جدوى بحث زراعي زراعة البطاطس في جمهورية مصر العربية بالبذور وإنتاج أصناف مصرية حديثة وزراعة البطاطس طول السنة في جمهورية مصر العربية. وفي حاجات تانية طبعا البحث كبير زي ما قلت لحضراتكم، اتكلمت في منشور رقم 1 دراسة جدوى البحث. فمنشور رقم 1 مقسم لأن ما أقدرش أبلغ كلام، فأنا عملت يعني خدت جزء المرة اللي فاتت ودلوقتي برضه هناخد جزء، لكن يثبت دراسة الجدوى ويثبت إذا كان البحث له جدوى من عدمه. هل هنستفاد من البحث اللي أنا عامله ده؟ الدولة هتستفاد منه؟ هل في عائد على المزارعين المصريين والمزارعين حتى من خارج جمهورية مصر العربية؟ هل في جدوى؟ هل النتيجة بتاع البحث مرضية ولا غير مرضية؟ فهنشوف. يعني السنة اللي فاتت كان شكارة البطاطس وصلت من 7000 ل 8000 واتباعت ب8 واتباعت ب8000. أنا بقول كلام أنا واثق منه ومتأكد منه وحافظه وعلى مسؤوليتي. يعني أنا ما بتحدد كلام واثق منه وعارف أنا بقول إيه، لأن ده كلام حساس، دي سياسة دولة، ده اقتصاد. مش اي واحد يطلع يقول انا عامل كذا واصلا انا محضر رساله دكتوراه على البطاطس، واللي يقول لي انا طالع مانيش عارف يمكن هو والله ما يعني الواحد بيستغرب، يعني لان اعرف ناس منهم، اعرف ناس من اللي طلعوا اتكلموا وقالوا ان هم متكلمين في الموضوع ده. طب ما تورينا يا عم الحاج زي ما انا وريتكم. يعني انا وريت لكم زهره البطاطس وثمره البطاطس وطلعنا منها التقاوي وزرعنا منها الاصاري وزرعت منها الصواني وخدت منها الاجنه وخدت منها الجيوان والمينيتيوبر والتقاوي الصيفي. كل الامور دي موجوده معايا، وطلعت صنف جديد الى ان وصلت لصنف جديد وسميته كمان، لان ما فيش حد اهتم خالص بالموضوع فسميته انا بحثي. ما علينا عشان ما اطولش على حضراتكم. ف هناخد شكارة البطاطس، قلنا بانها اتباعت السنة اللي فاتت ب8، لا نخليها ب7، بلاش 7 كمان، ب6، بلاش 6000 كمان الشكارة، نخليها ب5000 عشان نبقى رجلينا على ارض صلبة حديد. خلي الشكارة اتباعت ب5، هي اتباعت ب8 وبعلمي وقدامي وانا موجود وعارف كل حاجه وبتكلم عن ثقه ومسؤول عن كلامي قدام اي مخلوق. انا مسؤول عن كلامي. طب لما نخلي شكاره البطاطس 50 كيلو التقاوي المستورده ب5000 جنيه، يبقى الطن بكام؟ الطن فيه 20 شكاره، يبقى 5 في 20 شكاره ب100000. 100000 جنيه على طول يقف طن البطاطس المستورد ب100000 جنيه على المزارع المصري. جميل، 100000 جميل. طب احنا بنطلعها ببلاش، البحث بتاعي بيطلع ببلاش، بالاضافه الى الايدي العامله اللي هتشتغل وهتستفاد، بالاضافه الى الميكنه وما ادراك والسواقين وغيره. طيب بلاش، بالاضافه للايدي العامله، بالاضافه كل بيستفاد، البلد كلها بتستفاد. وقلت ان البحث اللي انا عامله ده مشروع قومي مش بحث. ما حد سأل فيها برضه وانا ما يهمنيش، اللي يسأل واللي ما يسألش ما يسألش. ما فيش واحد يقدر ياخد اي منشور من منشوراتي ولا يقدر ينسب اي حاجه من اللي انا عملته له اطلاقا، لان دي حاجات تمت بايدي. ما حدش يقدر ياخد حاجه. يعني لو وريته الصواني بتاعتي، انا حافظ الورق بتاع النباتات في الصواني، نباتات البطاطس اللي هي البذور، لو جبتها قدام مني كده ابص انا اقول لك دي بتاعتي. ما حدش يقدر ياخد اي حاجه مني اطلاقا، يحلم.
ما علينا، خلينا نتكلم في المليون. قلنا الطن ب 100,000. طيب لما يكون الطن ب 100,000 مصري واصل للمزارع المصري، طب ما احنا بنحتاج قد ايه في العلوة الصيفي؟ انا قلت هتكلم على العلوة الصيفي قبل كده، بنحتاج قد ايه؟ واتكلمت قلت ان الجماعه قالوا 45,000 فدان مش عارف. لا احنا بنزرع اكتر من كده طبعا، بكتير بكتير بكتير، وبرضه على مسؤوليتي. طيب نضرب، حاصل ضرب يعني هنضرب. اما يكون الطن ب 100,000 وحاسبين الشكاره بخمسه بس، ما قلتش 8، ما قلتش 8,000 مع الارقام المهوله دي، قلت 5,000 بس. طيب 5,000، احنا بنستورد كام الف طن؟ برضو المعلومات وصلني 100,000، وصلني 110,000، لا أنا مش هضرب في الأرقام الكبيرة دي، أنا هضرب في 80,000 طن. ما كنت 80,000 طن في 100,000 جنيه مصري تطلع كام؟ أنا سايب الحكم لكم، وأنتوا اللي تضربوا، وأنتوا اللي تشوفوا الناتج كام، البحث بتاعي بوفر قد إيه فلوس. للسادة المتابعين اللي متابعيني، الشرفاء، شرفاء جمهورية مصر العربية هم اللي بتابعوني، شرفاء جمهورية مصر العربية هم اللي بتابعوني. أما الباقي ففيه، هل يعقل المهندسين الزراعيين يعني اللي بعلق لي قد إيه من المهندسين الزراعيين؟ 5، 10، 15، 20. أقول إيه؟ لكن ربنا موجود وعند ربنا، والبقى انا مطلع كل حاجه ببلاش، انا ما خدتش حاجه من حد. وقلت قبل كده ما يلزمنيش حاجه من حد، قلت ان البحث صدقه جاريه على روح والدتي الحاجه فاطمه محمد عطا، موضوع خلصان، انا ما يلزمنيش حاجه خالص. بس نفسي المزارع المصري يستفاد، نفسي الدوله تستفاد، نفسي احس ان انا عملت حاجه، لان ده مشروع قومي مش بحث. للاسف الشديد، للاسف الشديد، ولا مسؤول حتى من الدوله. ما تسألوش، ما تسألوش، براحتكم خالص. بس الموضوع في ألغاز ومش هيتم، في ألغاز، لأن السادة المتابعين معظمهم ما هماش مهندسين زراعيين، أنا عارفهم اللي متابعين حافظهم بالواحد، يعني هم تعدوا 1,000 متابع، أو يعني داخلين في 1,500 والحمد لله. لكن شرفاء محترمين عارفين الحاجة دي هم، وحسوا بأهميتها من كلامي، ولذلك اللي بتابعني بيرجع على المنشور بتاعي. شاكر أفضال جميع السادة المتابعين، شاكر أفضلكم يا محترمين مصر والعالم. نخش في المفيد. قلنا إن دراسة الجدوى بتوفر زي ما أنا قلت لحضراتكم، وضربت لكم ثمن متوسط شكارة، ثمن متوسط شكارة. طبعا المتوسط يجي احيانا من جميع الاصناف، يعني تجمع الاصناف كلها وتقسم على عدد الاصناف اللي انت جمعتيه عشان تطلع متوسط الشكاره. ده الكلام ده هنا في البحث معايا هنا هو، هنشوفه. حاج تلي الكاميرا الخلفيه والنبي لو سمحت.